وزير المالية لا يريد صعود المنصة، وإن أراد صعود المنصة يريد مناقشة استجواب، وفي الاستجواب الآخر يريد أن ينسحب ويقدم استقالته. واللي صار اليوم هذا يؤكد ما تحدثنا عنه أمس من قضية انسحاب الحكومة وحديث رئيس الحكومة بأنها إساءة بالغة إلى المجلس وإلى الشعب الكويتي. وكل هذا السيناريو لحماية الصندوق الأسود مال مؤسسة الفساد اللي هو مصطفى الشمالي، ولأن مصطفى الشمالي لا يريد للشعب الكويتي أن يطلع على حجم التجاوزات والعبث في المؤسسات التابعة إلى مصطفى الشمالي. ومصطفى الشمالي هذا اللي شارك في حقبة الفساد، بل وكان مساهم رئيسي في قضايا أدت إلى حل البرلمان والحكومة، هي الإيداعات والتحويلات.